علشان يا جماعه لما كنا بنقعد نقول ان الاهلي غير الزمالك، وان اداره الاهلي غير اداره الزمالك، والانضباط في الاهلي غير الانضباط في الزمالك، وان اللاعب لما بيجي من الزمالك بياخد وقت شويه على ما يتاقلم على اسلوب الاهلي وطريقه الاهلي. ولو اللاعب جه في البدري هيبقى زي مثلا امام عاشور جالك وهو صغير شويه، غير كهربا مثلا قعد فتره كبيره وبرضه ما بقاش اللي هو اللاعب الاهلي المنضبط قوي، برضه ساعات بتفلت منه. امام عاشور اتغير 180 درجه، غير ان هو ما كان في الزمالك. لما بنقعد نقول كده كنا الناس كانت تقعد تتريق وتقعد تقول لك يا عم بلاش بقى شعارات فارغه، يا عم بقى ما هي واحد. اتفرج على شيكابالا وهو اما كان مع ابراهيم فايق، اما كان بيساله انتوا ليه ما خدتوش البطوله وكانت قريبه ومش قريبه، قال له احنا كنا رايحين المباراه معانا 14 لاعب، وقال له ان احنا ما كناش هينفع ناخد البطوله لان احنا يعني زي ما ربنا بيقول لك ايه، يعني اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. هم ما سعوش، بيقول لك احنا كان معانا 2 لعيبه بيشيشوا في الاوضه، 2 لعيبه قاعدين قبل المباراه بيضربوا حجرين عشان يعلوا الجي ويظبطوا الدي عشان ينزلوا فايقين في الملعب. امال هيفوق ازاي؟ يجري ازاي؟ لازم يحط نيكوتين، يعلي نيكوتين، يعلي ازاي؟ اضرب له حجرين بقى سلوم ولا حجرين قص يظبط الدماغ. انا مش فاهم ازاي دي لعيبه الكوره يا جماعه. انتوا بتلعبوا في نادي الزمالك يا جماعه، يعني من اكبر الانديه في مصر، قطبين الكره المصريه الاهلي والزمالك. انك تلعب في الزمالك وتقول لي لعيبه بتشيش في الاوضه وفي الزمالك، وتيجي تقارن نفسك بالاهلي، انت بعيد خالص كده عن الاهلي. الاهلي يا جماعه، الاهلي تربيه وتعليم بقى كده. انتوا على الله حكايتكم، وده ماشيه بالحب هناك. ده غرزه، ده كده مش نادي، ده غرزه. ويقول لك ان لو الزمالك ما رجعتلوش الارض الزمالك هيقفل خالص بقى، فاهم؟ لانه هو كده هو الزمالك واخد فلوس على حق على حس الارض دي، فالارض دي لو ما رجعتش الزمالك هيقفل ويبقى مصيره مصير الاسماعيلي. طب يا نهار ازرق، طب يا نهار ازرق، انت واخد الارض من 2003، واخد ارض استثمار رياضي، وزاره الاسكان مديها لك على اساس ان انت هتبني عليها نادي ومشروعات رياضيه. ما بنيتش جامع، ما رفعتش كده عارف انت زاويه كده تصلوا فيها، ما عملتش حاجه. عملت ايه بقى في الاخر لما اتزنقت؟ قمت بايعها لشركات عقارات. هو ليه وزاره الاسكان دخلت فشخت الزمالك في الفتره دي؟ لان هي لقت ان انا مديك ارض بسعر رمزي عشان ده تبقى ارض لمشروع رياضي، هيتبنى عليها نادي يعني مشروع رياضي، بتبقى اسعار رمزيه. لكن تاخد الارض باسمك باسعار رمزيه وتروح تبيعها انت لشركات عقارات وشركات سكنيه عشان يعملوا عليها كومباوندات ويعملوا عليها يعني مشاريع سكنيه ملايين الجنيهات، وانت واخدها ببلاش. ما هو اكيد وزاره الاسكان يقول لك لا تعالى يا باشا ستوب، اقف هنا، انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ تعالى انت واخد الارض دي بالسعر ده الغرض ده، طب انت دلوقتي استثمرتها في غير الغرض ده، في غير الشرط ده، يبقى الارض هتتسحب منك. وزاره الاسكان هي اولى بيها بقى، هي بقى تبيعها بقى لشركات العقارات بالفلوس اللي هي عايزه. هو معلش ما تجيش تشتري مني الارض بجنيه وتروح تبيعها لي ب 20 جنيه وتقول لي انا اصل انا هاخدها ابني عليها جامع فاديها لك ببلاش، فتقوم وانت واخدها بايعها لشركه عقارات بانيين برجين وبايعينها بملايين. لا تعالى بقى يا حبيبي، انت هتغفلني. ده انت مفكرهم كده على الله حكايتهم، ده الناس دي ما بتحلش الجنيه. الناس دي لو شافتك جنيه هتاخدك اصلا، فانك عايز تغفلهم في جنيه مش هيحلوك، هياخدوا منك الارض. فايه اللي حصل بقى؟ ده غباء اداري، ده غباء اداري وغباء اداره، لان انت كده بتشغل دماغك على الحكومه، فالحكومه في الفلوس مش هتحلك يا بيه. فالحوار ده هيتحل يا اما ارض تنسحب، يا اما انت هتدفع الفلوس اللي انت خدتها دي بدل الناس اللي انت خدت منهم الفلوس هتدفعهم لوزاره الاسكان عشان يسيبوا لك الارض. فهي من الاخر هتتحل بفلوس. فيا جماعه الاهلي والزمالك فرق كبير جدا، فرق كبير جدا بينهم هما الاثنين، فرق ادارات. الاهلي غير الزمالك نهائي. اللي انتوا بتسمعوه ده نقطه في بحر، ده اللي بيطلع للناس. اللي تحت اللي هو بقى في الكواليس واللي تحت الترابيزه اكيد بلاوي يعني. ف يعني انا مش عارف اقول لكم لغايه هنا ننهي الفيديو، عشان اصلا فيديو خرا والله، واخبار خرا. يلا سلام.